ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل بقى النهاردة القرص الطرية بطريقة سهلة قوي وتطلع معاكي ما شاء الله بالشكل الجميل ده ولونها حلو كده. وتطلع طبعا اهم حاجة هي طبعا من اسمها قرص طرية، فازاي تطلع معاكي طرية بالشكل ده؟ ان شاء الله تابعي الفيديو للاخر وانتوا هتشوفوا هتعرفوا ازاي هي طلعت معانا بطرية بالشكل ده. بس جميلة ازاي ما شاء الله كمان ومورقة، يعني مش طرية بس ومش معجنة كده من جوه، لا دي مورقة وطعمها كمان فظيعة. طعمها وريحتها بص ويجيب اخر الدنيا. بس ما شاء الله شكلها جميل ازاي. ناس كتير ما بتبقاش عايز تعمل كحك وبسكويت فبتستسهل ان تعمل قرص، بس بتبقى عايزة القرص تطلع معاكي طرية. فانا هقولك برضك على الحاجات اللي هتخليها معاكي طرية ان شاء الله. تعالوا بقى كده، معانا كيلو من الدقيق مسكناه نخليه. عايزة في عجين ماشي، عايزاه على ايديكي مفيش مشكلة. معانا كده 4 معالق كبار من السمسم ده كميته دي في ايديك انتي، عايزة تكتري عايزة تقللي براحتك. ومعانا 4 كوبايات كبار من السكر، لو عايز تحط سكر بودرة حطي. إيه، زي ما قلتلك 4 كوبايات 4 معالق كبار من السكر. ومعانا كيس خميرة، ومعانا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بس المعلقة مكانتش مليانة فزودتلها شوية. ومعانا رشة من الملح. وأقلب كل ده كده مع بعضه. ونكون بقى مسيحين سمنة على ونطعمها بحتة من الزبدة بتخلي ريحتها حلوة. يعني هتسيحي سمنة عادي وتحط لها بس كام قطعة من الزبدة كده، دي ريحة حلوة اوي. بس احنا كده كده هنعملها بالمعيار، هنحط 2.5 كوبايات من السمنة على الزبدة، 2.5 كوبايات على الكيلو دقيق. وعايزة اقولك ان المعيار ده مظبوط جدا، مش هتحتاجي اصلا تحطي سمنة تاني خالص، وهيطلع معاكي بالطراوة زي ما انت شفتيها كده. هنقلب بس تقلبتين، مش عايزاها تعجن كتير. ومعانا بقى كده ده لبن قاطع، انا بحوشه يعني لما بيقطع لبن او كده. طب لو انا مش عندي لبن قاطع وعايزه اعملها، جيب اللبن وحطيله معلقه خل هيبقى قاطع معاكي بس. وبعد ما خلاص بقى العجين لف كده لفتين مع السمنه، هننزل بقى عليهم بالكوبايه ونص من اللبن اللي هو القاطع. ودي بقى زبادي، علبه زبادي من اللي انا عاملاها هنا في البيت. لو انتي مشتريها من برا طبعا بتبقى العلبة اكبر شوية. حطي نص علبة زبادي، متحطهاش العلبة كلها، دي بس عشان علبة صغيرة فانا حطيتها كلها. اما انتي لو انتي مشتريها كبيرة شوية حطي نص العلبة. بصي هي اصلا بقى كل المكونات دي كده طرية وجميلة جدا وما شاء الله مش لازقة ولا اي حاجة، بس انا بقى عايزة اديها طعم احلى وطراوة اكتر كمان. معايا بقى نص علبة قشطة، دي كده علبة همسك بس اقسمها، انا عايزة بس نصها. عايزة اقولكوا بقى القشطة بتديها ريحة وبتخليها طرية طراوة مش طبيعية. دي قشطة عادية مش قشطة اللي هي البلدي، لو عايز تحطيلها قشطة بلدي عادي، بس انا بصراحة بعملها على طول بالقشطة اللي هي المعلبة. خلاص بقى لف كده لفتين، زي ما قلتلك مش عايزاها تتعجن، مش عايزاها يبقى فيها عرق. بقت ما شاء الله معايا بالشكل اللي شايفينه ده، طرية جدا. وايديا برضك مفيهاش اي حاجة. ده كده بقى لو انت عايز تحشيها اي حاجة. انا هحشيها عجوة، حطيت مكعب زبدة وحطيت عليها العجوة، ونبدأ ادعكي كده الزبدة مع العجوة كويس جدا. هي ما شاء الله اصلا العجوة كانت طرية نوعها حلو يعني. نوع العجوة في منها عجوة مش حلوة فنقي بس تكون عجوة كويسة عشان تطلع معاكي نتيجة كويسة برضه. ومسكتها كورتها بقى بالشكل ده عشان يبقى ايديا نضيفة وانا بعمل في العجين. ومسكت بردك الحتة من العجين كده كورتها وفردتها، وهحط بقى عليهم، هحط من جواها العجوة. فردتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. طب لو انا مش عايزه احشيها عجوه، عندك احشيها ملبن. لو مش عايزه احشيها ولا عجوه ولا ملبن، عايزه اخليها ساده، عندك شمر حطيها، حطي لها شمر على ينسون بتديها ريحه حلوه قوي. لو انت عايزه تحشيها بحاجه خالص هتديها ريحه وطعم بردك حلو، هتطلع معاكي الطراوه هو نفس النتيجه يعني. زي ما قلتلك بس مسكتها وكورتها، انا حبيت اوريها لكم تاني. تفردي العجين، تحطي الحشو جواه، تبدأي كوريها. هي حاجة بص سهلة جدا، العجينة من كتر ما هي طرية ملمسها سهل قوي، مش محتاجة ان انتي تقعدي تعملي فيها يعني كتير. مسكتها طبعا، سبت العجينة لمدة ساعة ترتاح. وغطيتها طبعا. وزي ما قلتلك بقى هي كده ما شاء الله كده خلاص اختمرت وارتاحت. همسكها بقى اغرزها كده بالشوكة، لازم بالشوكة دي عشان ما تقبش، مش عشان ده مش فطير يعني. لو ما عملتيش بالشوكة كده هتلاقيها تعلى معاكي جامد قوي، فلازم موضوع الشوكة ده مهم قوي.
وندخلها بقى، نكون مسخنين الفرن على درجة شوية، بقالنا شوية ندخلها على درجة حرارة 200 نفس سوا الكحك بالظبط، وتطلع معاكي طبعا باللون ده. عايز تطلعها افتح سنة، بس هو اللون ده كده مظبوط، لونها حلو من فوق ولونها من تحت بردك حلو ما شاء الله طرية. بعد ما تطلعيها تهدى بس لمدة 5 دقايق، وابدأي غطيها او عبيها على طول في اكياس او في العلب بتاعتك عشان تفضل معاكي طرية زي ما انت شايفاها كده بالظبط. بصوا ما شاء الله جميلة ازاي ولونها حلو. وعايزة اقول لكم بقى والله بجد طعمها تحفة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعله عيد سعيد عليكم ان شاء الله. بصوا ما شاء الله جميلة ازاي. عايزه اقول لكم بجد بجد والله ناس كتير قوي لما دقيتها مننا اصلا، كل حد يقعد يقول لي انتوا عاملينها ازاي، من كتر ما هي طعمها حلو قوي تحفه جدا.